بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الأعزاء، في خبر اليوم: أونجي يعلن انتقال المغربي بوفال إلى الريال القطري. أعلنت إدارة فريق أنجي الفرنسي الثلاثاء الاتفاق مع نادي الريان القطري على انتقال النجم المغربي سفيان بوفال من دون الكشف على المدة أو قيمة العقد، بحسب البيان الذي نشر على حساب الفريق الفرنسي على تويتر. وكتب النادي الفرنسي في بيانه الرسمي على صفحته في تويتر: جرى الاتفاق من حيث المبدأ بين نادي الريال القطري وأونجي الفرنسي لانتقال سفيان بوفال، ويسمح للاعب بالذهاب إلى قطر يوم الثلاثاء من أجل اجتياز الفحص الطبي. وكان بوفال أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، وساهم بشكل كبير في وصول أسود أطلس إلى نصف النهائي، ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في الميركاتو الشتوي. وبات بوفال ثاني لاعب مغربي يغادر صفوف نادي أونجي خلال هذه الفترة، بعد انتقال لاعب الوسط عز الدين أوناحي إلى فريق أولمبيك مارسيليا مؤخرا. ووفقا لعديد التقارير الصحفية القطرية السابقة، فإن السد القطري كان الأقرب لضم سفيان بوفال من أونجي الفرنسي في الميركاتو الشتوي، لكن الريان دخل بقوة على الصفقة. ودشنت مجموعة من جماهير نادي الريال القطري هاشتاغ في وقت سابق تطالب فيه إدارة الفريق بالتعاقد مع لاعب أونجي الفرنسي والمنتخب الوطني المغربي سفيان بوفال تحت عنوان بوفال مطلب رياني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.